تفسير البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، هو خاتم النبيين يا سيدي. باش أمر الله خصنا نطبقوه، وإلا ضاع مرادك ومرادي. الإيمان بسيد الرسول العدنان والبعد عن المعاصي والتعويق، الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر وترسم لك طريق الخير يا رفيق. كيف تكفرون بالله وأنتم أمواتا؟ يا أهل مكة، راكم كنتوا نطفا في الأصلاب فأحياكم، معناها أنفخ الروح فيكم. لاش الكفر، لاش التعنت، الله يهدينا ويهديكم. ثم يميتكم ثم يحييكم، لكل أجل كتاب، ومن تقضى أجلكم انتظروا يوم البعث، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم إليه ترجعون، توليوا حفية عورة. هذا يوم البعث. في هذا النهار يجتاز كل واحد، يتجازى كل واحد على أعماله. واللي نكر يوم البعث مشى في الشكارة مقطعة، لا دنيا لا آخرة، ومآل النار، وما كيحرق بالنار غير الله العزيز الجبار. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا باش تنفعوا وتعيشوا عيشة راضية، وتعتبروا وتعرفوا باللي هنا في هذه الدنيا إله عظيم يغفر لمن يستاهل المغفرة ويعذب اللي يستاهل العذاب، ولا يظلم ربك أحدا. ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. اش من دليل خصكم أكثر من اللي شتيه بعيونكم؟ هو القادر والقوي على خلق كل شيء، ويعيد يقول الشيء كن فيكون، وكل شيء يختلف من جديد، يخلق من جديد. اتقوا الله عباد الله، صدقوا وديروا الخير، صلي وصوموا وزكيوا، وراه ما يكون غير الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الخليفة هو آدم أبنا الأول، هو أبا القابل وهابيل، هو أول البشر خلقه سيدي وأعطاه النبوة ونعمه، هو اللي خلف الله في تنفيذ أحكامه وجعله خليفة في الأرض. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأنه كان الجان في الأرض قبل ما يكون الإنسان. الجان طغى وتجبر وبالغ في سفك الدماء وقلة الإيمان، وصل لهم الله سبحانه عز وجل الملائكة طوعوهم وخووهم المكان وهجروهم الأماكن بعيدة على بني الإنسان، طردوهم وعمروا الجزائر والجبال. ونحن نسبح بحمدك. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، خصها تقال في كل الأوقات. التسبيح والتحميد والاستغفار عبادة يا مسلمين. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، معناها نقول سبحان الله وبحمده، ننزهك عما لا يليق بك. معناها فنحن أحق بالاستخلاف. قال تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. الله خلق بنا آدم عليه السلام وخلق من نطفة ديالو طايع بعاصي. سيدنا آدم خلق من أديم الأرض، معناها من وجهها الأرض شرق وغرب شمال وجنوب من جميع ألوانها، تعجنات بالمياه المختلفة وسواها ونفخ فيها روح وصبحات حيوان حساس من بعد ما كان غير جماد. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. إن المسميات أي المسميات إن كنتم صادقين. هذا الله قوة من كل قوة وصح من كل ظالم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحتى حاجة ما كتخرج على علمه والحكمة ديالو. قال يا آدم انبئهم بأسمائهم. هنا سمي كل حاجة باسمها وتوفق. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. الله كيعرف الصغيرة والكبيرة. اللي ما تجيكم على البال يا إنسان، يعرف ما يروج السماوات السبعة ويعرف ما يروج البحار، وأعلم ما تبدون. كل حاجة تظهر في كلامكم
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية بالانحناء فسجدوا إلا إبليس هو أبو الجن كان بين الملائكة وامتنع عن السجود وخالف أوامر ربه وخالف أوامر خالق الدنيا وما فيها وتكبر وتجبر وجاب في راسه وزاد قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وكان من الكافرين. هذا الشيطان اللي مازال تالنا ليل ونهار يزين لنا كل أفعالنا وإحنا هايمين ما جايبين خبار، يعاون الإنسان على المعاصي الزنا وشرب الخمر والقمر والربا والظلم والعدوان وإحنا في سبات عميق تابعينه في أعماله وهو مزين لنا الطريق. وقلنا يا آدم اسكن الجنة أنت وزوجك، أمنا حواء اللي خلقها من ضلعته الشمالية، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، معناها كلوا وشربوا وتمتعوا كيف بغيتوا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أي اللي عصوا رب العالمين فأزلهم الشيطان، معناها زولهم قضى عليهم من كلاهم من ديك الحنطة كيقولوا لها التفاحة أو الكرمة. المهم خرجهم من الجنة، وهذه هي البداية. إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.